سؤال مهم جدا بيسأله البعض، هل المعقول الجيش هيوافق انك تكون القائد الاعلى للقوات المسلحه؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ما رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه في كل الدول الراقيه المتحضره، ده احنا عاوزين نكون دوله راقيه متحضره، مش بقى دوله بيديرها السيد اللواء المحافظ والسيد اللواء رئيس الحي والسيد اللواء رئيس المدينه والسيد اللواء اللي بيبيع. مش كده يعني، ما ينفعش الدول المتحضره مش كده. قائد القوات المسلحه قائد الجيوش الامريكيه هو رئيس الدوله، ترامب كان قائد الجيوش الامريكيه، اوباما قائد الجيوش الامريكيه، بايدن رئيس الجيوش الامريكيه. الناس مش عسكريين معايا. ساركوزي واولاند وغيرهم وماكرون ناس مش عسكريين خالص، وماكرون شاب صغير خالص وبيتأدى له التحيه العسكريه وقائد القوات المسلحه في فرنسا كلها. خلينا نتعدى بقى مرحله الدول اللي هي قايمه على اللا مؤسسات. احنا دوله مؤسسات بتديرها مؤسسات. بالمناسبه وزراء الدفاع فتره من الفترات في بعض الدول الاوروبيه او غالبيه الفترات مش عسكريين، وكانت طيبه اسنان فتره من الفترات في فرنسا. معايا مصر، المصريين قادمين 2024 عماد سعد الله الرئيس لمصر، نرفع العنخ الذهبي فوق الهرم الاكبر، تنتقل قياده العالم زي ما انتقلت من بريطانيا لامريكا تنتقل الى مصر، ويرفرف العلم الاحمر بالعنخ الذهبي فوق العالم اذانا ببدء فتره عهد العنخ الذهبي اللي هو العهد الذهبي لمصر وقياده العالم. مش احلام، حقائق.